تعالوا نعرف بقى ايه اللي خلى البكتيريا تتنقل من القولون تروح للامعاء الدقيقه والسمول انتستين وتسبب السيبو. الاسباب كتير بس انا هكلمك على اهم 4. اول واحد فيهم ده ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، ان عندي الحركه بتاعه الامعاء اللي هي السمول انتستين تبدا تبقى بطيئه. طب ايه اللي ممكن يبطئها؟ في حاجه الناس ما بتاخدش بالها منها وهي الاسترس، خاصه الكرونيك ستريس. ده بيخلي عندي الوظيفه بتاعه العصب اللي مسؤول عن تغذيه حركه الامعاء وهو اسمه الفيجاس نيرف او العصب الحائر او العصب رقم 10، بيبدا الوظيفه بتاعته تقل، فحركه الامعاء تقل، فلما تقل يحصل فرمنتيشن او تخمر للاكل بدري، وبالتالي تبدا البكتيريا تنمو اكتر جوه الامعاء الدقيقه. فالاسترس واحده من اهم النقط. طبعا ده خد بالك بيتاثر بقى بالنوم وجوده النوم وتوقيتات النوم، وارجع للفيديوهات بتاعه الاسترس والفيديوهات الخاصه بالنوم والميتابوليك ستريس اللي موجوده معانا على البيج وعلى الاكونت. النقطه الثانيه طبعا استخدام الانتيبيوتكس او المضادات الحيويه بشكل مفرط لفترات طويله، وطبعا احنا عندنا في حالات بتستحق استخدام المضادات الحيويه لفتره طويله توصل ل3 شهور زي ما في حالات الاكني او حب الشباب، بس هنا محتاج نتابع كويس قوي مع الطبيب بتاعنا او مع الصيدلي اللي فاهم الموضوع كويس. السبب الثالث اللي معانا وهو الافراط في استخدام الادويه اللي بتقلل افراز الحمض المعدي اللي بنستخدمها في حالات الارتجاع بتاع المريء او علاج جرثومه المعده او علاج حالات الحموضه المتكرره، دي كمان بتساعد على ان يحصل عندنا السيبو. السبب الرابع بقى ده بيبقى مرتبط اكتر بالناس الكبيره في السن او الناس اللي عندها السكر، والسكر بقى له فتره طويله عندهم مسبب عندهم مشاكل في حركه الامعاء، فده برضو بيتاثر بالسيبو. في حاجه اخيره كده صغيره عايزه هايلايت عليها لان في فيديو اتكلمنا عليه، وهو دخول الحمام بالموبايل. ده برضو واحده من اهم اسباب حدوث السيبو. هنعمل ايه بقى مع الحاله دي، او ايه اللي ممكن نعمله غذائيا في اكلنا يساعدنا في ان احنا الاعراض دي تقل عندنا؟ استنوا معانا الحلقه اللي جايه ان شاء الله، وافتكر دايما ان صحتك اهم.